فدائما وابدا انا لما اجي الملعب اقلب الكاميرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نصور مقطع ريلز مثل هذا ومثل هذا؟ بما اني متخصص في تصوير ريلز حاب اقول لكم بعض المعلومات. طبعا نبسط الامور، دائما وابدا جودة المقطع وعدم اهتزازه يضمن لك النتيجة النهائية بان المقطع فيه كمية من الابداع. الاهتزاز هو ما يضيع الفيديو. اهتزاز المقطع وجودة المقطع هو من اساس الابداع في النتائج اللي تصورها. الريلز هو عبارة عن مقاطع قصيرة، إذا قلنا على الانستغرام ما تتعدى الدقيقة والنص. التركيز على اللقطات العفوية والضربات الحرة وكذلك الأهداف هي من أهم الأشياء اللي تجذب المتابعين. كنت دائما مركز على هذه الأشياء، من أسرار النتائج القوية اللي دائما المتابع يشيد فيها أو بالمادة اللي قاعد أقدمها. يشيد في مواقع التواصل. الاستمرارية يعلمك الاختصار، فدائما لما تستمر في العمل يعلمك اختصارات كثيرة انك انت تتقن اشياء كثيرة. البداية دائما راح تكون عندك صعبة، يكون عندك اهتزاز، يكون عندك بعض اللقطات الغير واضحة او تتبع الكرة يكون ضعيف عندك، فمع الاستمرارية راح تلاحظ ان الامر سهل جدا. بأمانة انا انصحكم بالاستمرار في مقاطع الريلز. اليوم صار الريلز في كل المجالات، ليس سوى في التصوير الرياضي. أصعب مجالات التصوير هو التصوير الرياضي. خليك مركز طوال المباراة على أساس تحصل على نتائج قوية وزوايا قوية. لا ننسى الزوايا والدقة والجودة هي من أهم أساسيات الإبداع في التصوير. خليك مبدع.